التهاب الجيوب الأنفية من الأمراض اللي بتأثر بالسلب جدا على الشخص المصاب بيها. الأعراض بتتفاوت من شخص للتاني، لكن أغلب الحالات بتكون مصابة بحرقان شديد داخل الأنف وصداع، وأحيانا المخاط بيملى الجيوب الأنفية يخليهم مش قادرين ياخدوا نفسهم كويس، والمخاط أحيانا بينزل على زورهم يعمل لهم التهاب، وفي بعض الأحيان ينزل على الأمعاء والمعدة ويعمل مغص وتقلصات. التهاب الجيوب الأنفية بيكون نوعين، لا إما التهاب مؤقت بيقعد أسبوعين أو 3، لا إما التهاب مزمن وده بيقعد أكتر من 3 شهور، وبعض الناس عندها التهاب بقاله سنين. وقبل ما نعرف العلاج لازم نعرف الأسباب، لأن ممكن بحل السبب ما نحتاجش العلاج أصلا. فيروسات البرد والإنفلونزا ودي مسؤولة عن النسبة الأكبر من حالات الجيوب الأنفية، دي بتكون مصحوبة بكحة وصداع وأحيانا ارتفاع في درجة الحرارة. الحساسية الموسمية بسبب حبوب اللقاح ودي بتظهر أثناء فصل الربيع، وطبعا الناس دي ننصحها ان هي تقلل الخروج في فصل الربيع، ولو هتخرج لازم تلبس كمامة. الشعر وريحة الكلاب والقطط، ودي ناس كتير بتكبر فيها لحبهم لكلابهم وقططهم، لكن للأسف حالات كتير من اللي عندهم جيوب أنفية ده بيكون السبب الرئيسي. الأتربة وتلوث الجو، كل دي حاجات لازم ناخد بالنا منها، والناس اللي عندها حساسية في الجيوب الأنفية لازم يلبسوا كمامة لو خرجوا في الظروف دي. دي حاجة ناس كتير مش بياخدوا بالهم منها، وهو التراب المنزلي. التراب المنزلي بيعيش عليه نوع من أنواع العتة. العتة دي بتكون مسؤولة عن عدد كبير من حالات الجيوب الأنفية. عشان تحل المشكلة ديت لازم تعمل السجاجيد بالمكنسة بانتظام. في نفس الوقت السجاجيد والستاير يتغسلوا بالكتير مرة كل 3 شهور. وطبعا لازم تهوي المنزل تهوية جيدة، يعني كل يوم الصبح بدري تفتح الشبابيك وتهوي الشقة كلها، إلا لو يوم طبعا فيه أتربة مش بتقدر تفتح الشبابيك. برضو من الأسباب الريحة القوية اللي موجودة في المطبخ مع قفلة المطبخ وريحة الزيوت وريحة الآلية الكتير، ده بيتعب ستات كتير جدا. وطبعا يعني الحل بقدر الإمكان ما ندخلش المطبخ إلا للضرورة. وطبعا أنا بتكلم هنا عن السيدات اللي عندهم جيوب أنفية، مش كل السيدات. المنظفات القوية اللي ريحتها نفاذة زي الكلور والديتول. النيزل بوليبس أو الزوائد الجلدية اللي بتبقى موجودة داخل الأنف، ودي غالبا بتسبب حساسية مزمنة في الجيوب الأنفية، وللأسف حلها الوحيد لازم تتشال بمنظار. اعوجاج الحاجز الأنفي وده برضو بيعمل حساسية مزمنة ممكن تقعد مع المريض بالسنين لغاية ما يصلح الاعوجاج دوت. التدخين، لو انت نفسك مدخن او بتقعد فترات طويلة مع حد بيدخن. العلاج وده بيتقسم لجزئين، جزء غير دوائي وجزء دوائي. بالنسبة للجزء الغير دوائي من اهم الحاجات شرب المية كتير، لان المية ليها تأثير ملطف على الجيوب الأنفية، بالاضافة لكده المية بتسيح البلغم وتخفف اعراض احتقان الجيوب الأنفية. استنشاق بخار المية عن طريق ان انت بتغلي مية وبعد كده بتستنشق البخار. لو حابب تضيف اي نوع من انواع الزيوت العطرية ممكن تضيفها، لكن بخار المية من غير اي زيوت لوحده بيكون كافي. استعمال بخاخات مية البحر عشان نغسل بيها الانف، ودي بنستعملها يوميا 2 أو 3، ودي مهمة جدا لتنظيف الانف من الداخل وتشيل الاتربة وتشيل مسببات الحساسية. السوائل الدافية ومن افضل المشروبات في الحالة ديت بيكون ورق الجوافة المتضاف عليه عسل ابيض، وبرضه اليانسون يؤدي الغرض. بالنسبة للناس اللي مطولة معاها اعراض الجيوب الانفية وجاية شديدة والعلاج الغير دوائي بيكون مش كافي لوحده، ممكن بنستعمل بخاخة زي فليكسونيز. البخاخة ديت فيها نسبة كورتيزون لكنه غير مضر تماما، وبيكون الاستعمال مرة الصبح ومرة بالليل لمدة أسبوعين. وطبعا لو في كميات من المخاط لازم نستعمل حاجة تفتت المخاط دوت وتسيحه زي بايسلفون شراب، ودي نستعملها معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم. بالنسبة للناس اللي مش بتحب الأدوية الشرب ممكن يجيبوا أستايل سيستين 600 فوار ويستعملوا كيس على نص كوباية مية 3 مرات يوميا.
ولو حابب تضيف أقراص مضاد للحساسية زي موسيدين أقراص بتاخد قرص واحد مساء.